ايه الروعه دي؟ ايه الجمال ده؟ احنا نسيبكم تجربوها لسبب لان احنا مهما نوصف لكم انتوا شايفينها بسيطه، بس هي طعمها مختلف خالص عن اي حاجه ممكن تكونوا دوقتوها قبل كده. بمكونات بسيطه جدا هنعمل لكم اسرع طريقه للبطاطا، تنفع للعزومات اللي بتيجي فجاه ولذيذه ودمها خفيف كده. تحفه. يلا، بطاطا الكميه اللي تحبوها هنقشرها. على فكره اللي مش عايز يقشرها ما يقشرهاش، احنا عاده بنعملها بقشرها، بس دي كانت مخرمه شويه فقلنا نقشرها. البطاطا عندنا ازاي نتاكد ان هي مسكره؟ كل ما تختاروها لونها اورنج اكتر كل ما تبقى مسكره اكتر. طب هنقطع البطاطا بتاعتنا دواير، ده حجم الشريحه اللي احنا عاوزينها، ولا تخينه ولا رفيعه. اوعى صباعك. مفيش يا ماما، خايفه عليا. انا اقطع بقى شويه. مش عارفه تقطعي برضو ده منظر قطعه. حلوه اهي. دي ايه؟ دي ايه؟ نص بطاطايه صاج مدهون بوفره زبده. ايوه، زبده وفيره. هنرش بقى سكر. يعني يرشوا بوفره ما يهمكوش. يعني على الدايت. يعني ايه ده؟ مش بالسكر، بالملح يا ماما. تميز تميز. هناخد البرطمان القرفه والمعلقه المكسوره بتاعت البرطمان ونرش قرفة. يعني حطوا قرفه ما يهمكوش، حطوا قرفه. ده انت قطه بارده بجد، يعني حبكها قدام باب البيت وتفضل تنونو. بقول لك ايه تيجي نعمل تحدي القرفه. تحدي القرفه ايه؟ افتحي بقك. لا شكرا، ما تعمل افتح بقك انت. استنى طب اجربه. يلا والله العظيم اجربه. يلا ماشي هنشوف. ولو جربت وكتمتها ولو بوظت الاكل ما هتبقى كده. هو انا اللي احط. لا انا اللي احط لك ايه. لا والله انا اللي احط لك، هي ما فرقتش. شجعوني. 1 2 3. والله ده اوحش احساس ممكن حد يجربه. مش قد حاجه ما تعملهاش. ده انا اسناني وجعتني. انت اللي قلت عايز التحدي، انا ما قلتش. طب انت بقى هاتي القرفه. هنبتدي نرص البطاطا في الصينيه، الزقها جامد، ما كده كده هتكش. على الفرن 48 ساعه. على فرن ساخن. مش هنقعد نضحك. طيب ماشي. بس هي وبعد حوالي ربع ساعه في الفرن هنخرجها ونقلبها على الناحيه التانيه. قلبناها كلها بالشكل ده. هندخلها الفرن تاني، واول ما تنشف وتبقى بالشكل ده نخرجها بقى من الفرن. وفقره ايه؟ ندوق. انت عارف ان انت اللي قطعتها رفيعه احسن من اللي هي قطعتها تخينه. قلنا من الاول نقطع رفيع. يعني انا بعترف. ايه الروعه دي؟ ايه الجمال ده؟ القرفه مع السكر المكرمل. احنا نسيبكم تجربوها لسبب لان احنا مهما نوصف لكم انتوا شايفينها بسيطه، بس هي طعمها مختلف خالص عن اي حاجه ممكن تكونوا دوقتوها قبل كده. وهتعجب الاطفال كلها، الاطفال الصغيره والاطفال الكبيره. زينا انا وماما. على فكره ممكن نحط عليها صوص كراميل، نحط عليها ايس كريم، نحط عليها قشطه. ايس كريم فانيليا. جربوها هتعجب.